السلام عليكم. لو انت طالب كلية طبية او في صيدلة بشكل اخص وعايز تعرف ايه هي القنوات اللي على اليوتيوب اللي تقدر تساعدك ان انت تجمع بشكل احسن، وان انت كمان تعرف المواد اللي انت هتدرسها، طريقة مذاكرتها. لو انت في كونتنت معين او جزء معين انت مش فاهمه اثناء بقى السكاشن او المحاضرات، وعايز تعرف ايه هي القنوات اللي تقدر تخش عليها وتبقى تجيب منها المعلومات بشكل بسيط، فانا النهارده جايه اجمع لكم كده اهم القنوات اللي انا تابعتها شخصيا على اليوتيوب واستفدت منها جدا، سواء اثناء فتره دراستي او كمان بعد التخرج. لو انت مهتم بحاجه زي كده ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان تتابع كل كونتنت انا هنزله. كمان لو انتوا عندكم اي استفسارات اكتبوها في الكومنتس، وما تنسوش لو حد من زمايلكم برضو بيدور على قنوات يعتمد عليها في المذاكره بتاعته ما تنسوش تبعتوا له الفيديو ده. في الفيديو ده هنقسم القنوات بشكل مفصل وقنوات عامة. قنوات عامة بنعتمد عليها سواء احنا بقى طلبة كلية طب او صيدلة او اسنان او حتى كلية تمريض. بشكل عام كده بتتكلم عن توبكس عامة مش بمنهج خاص. زي قنوات ايه؟ اول قناة معانا هي قناة خان اكاديمي، بيكون فيها توبكس كتير جدا وهي من القنوات المتميزة جدا، ولكن بيكون فيها عيب بسيط يعني شوية او بشكل نسبي، ان اغلب اللي بيشرحوا فيها بيكونوا هنود، فممكن اللغه بتاعتهم بتكون مش واضحه قوي بالنسبه لنا. ولكن هو ده مع التكرار ومع التعامل الكتير ان انت بتسمعهم بشكل كتير هتبدا تتعود على اللكنه شويه اللي هم بيتكلموا بيها. وعموما دي مشكله بسيطه ممكن يبقى حلها ان انتوا هتظبطوا من الاديت بتاع الفيديو ان انتوا يطلع لكم السب تايتلز تحت، فهتلاقوا الكلام اللي الانستراكتور بيقوله او اللي بيشرح بيقوله يعني بيطلع لكم تحت، فدي حاجة هتسهل عليكم كتير. أنا شخصيا في أول الفيديوهات اللي كنت بتفرج عليها كنت بعمل كده، فده كان بيساعد كتير جدا. بس هي صراحة بيبقى فيها كونتنت كبير جدا وتفاصيلها بتبقى دقيقة قوي، فأنا بصراحة كنت بحب أتفرج عليها قوي وبحب إن أنا أتابع التوبكس بتاعتهم. تاني قناة معانا هي قناة أوزموزس، وقناة أوزموزس من القنوات المتميزة جدا في الكونتنت الطبي، لأن هي بتشرح لنا توبكس عامة وبتشرحها بجرافيكس ودياجرامز كده حلوة جدا، فدي بتكون حلوة قوي. فلو انتوا مهتمين بحاجه زي كده ممكن تعملوا عليها سيرش بالتوبيك. زي مثلا لو انت بتسيرش على حاجه زي الهيموستاسيس فانت بتكتب هيموستاسيس وجنبها اوزموزس، فبتبدا تطلع لك الفيديوز بتاعتها، وكمان بتكون بدياجرامز فبتكون سهله جدا ومبسطه. فبجد انا لحد دلوقتي اصلا بتفرج عليها وبتابع الكونتنت اللي هم بينزلوه. ولو انا عندي اي استفسار عن اي توبكس انا عايزه اعرف الفكره بتاعته او الشرح بتاعه الاول ايه، عشان بعد كده اقدر اعرف المانجمنت بتاعه والتريتمنت بتاعه، فانا كنت بعتمد على قناه اوزموزس فهي كويسه جدا. ثالث قناه معانا هي قناه اسمها نيرد نينجا. نيرد نينجا دي من القنوات اللي انا عرفتها مؤخرا، وانا ندمت قوي ان انا عرفتها مؤخرا. هي من القنوات الكويسه جدا، بيشرح فيها بشكل كبير جدا from A to Z، حرفيا من اول البيزك نوليدج، بيشرح البيزك نوليدج بتفاصيل كتير جدا لحد المانجمنت والتريتمنت بتاع الحاجه نفسها اللي احنا بنسيرش عليها. فهو بيبقى شرحه دقيق ومعلوماته حلوه. هي مشكلتها بس ان الفيديوهات بتكون طويله نسبيا، بس دي ممكن تقسمها على مراحل. ده بالنسبه للقنوات العامه اللي انا كنت بتفرج عليها ولحد دلوقتي ممكن اكون بتابعها. في بقى فيديوهات بتكون او قنوات بتكون خاصه بصيدله تحديدا، هي اللي بتشرح منهج صيدله، وده هتلاقوها تساعدكم كتير قوي. طبعا ده لا غنى عن الكليه والمحاضرات والسكاشن وشرح الدكاتره، ولكن احنا ساعات بعد ما بنروح بيبقى في حاجات عايزين نعرف عنها اكتر ونستفيد منها اكتر، فدي قنوات بتشرح وبتساعد معاكم كتير جدا. في قنوات عامه بتنزل كونتنت كتير قوي الخاص بصيدله، زي قناه فارماسي بالعربي. فارماسي بالعربي بتشرح توبكس كتير قوي، فانت ادخل على البلاي ليست الموجوده في القناه هتلاقي فيها توبكس كتير جدا بتتكلم عن الكونتنت بتاعنا في مجالات بقى، في اغلب المواد اللي احنا بناخدها من اورجانيك، اناليتيكال، بوتاني، هتلاقي الحاجات دي كلها موجوده في البلاي ليست. في قناه تانية اسمها NUB فارماسي. NUB فارماسي دي برضو من القنوات الكويسه جدا اللي بيكون فيها كونتنت كويس قوي، ويبقى اغلب الكونتنت بتاعها موجود في جامعات مختلفه، فلو انت في جامعه مختلفه عن الجامعه اللي بيشرح منها هو موجود فيها فما تقلقش، هو اغلب الجامعات بتكون نفس تقريبا الكونتنت، عشان هم بيبقوا في اول سنه بيعتمدوا على ان هم يحطوا نفس البيزك، بس ده طبعا ما يغنيش خالص عن المحاضرات والسكاشن زي ما قلت لكم قبل كده. نيجي بقى للقنوات المتخصصه في مواد معينه. اول ماده عندنا هي ماده الاورجانيك، هنلاقي فيها قناه اسمها قناه دكتور احمد العيدي، هتلاقوا فيها اغلب التفاعلات الكيميائيه بالميكانيزم بتاعها، ازاي اصلا حركه الكربون بيحصل وكل التفاصيل دي.
ودي بتكون مهمة جدًا في بداياتنا إن إحنا نعرف ونتأسس في الأورجانيك بشكل كويس، ودي طبعًا كانت مشكلة ناس كتير بتبقى مقلّقة من صيدلة علشان موضوع الأورجانيك والchemistry عمومًا، فأنا عايزة أقول لكم ما تقلقوش، أنتم إن شاء الله هتلاقوا في دكاترة كويسين بيشرحوا لكم في الكلية، plus كمان إن في resources كتير أو طرق كتير أوي إن أنتم تذاكروا من على اليوتيوب، فالقناة دي من ضمن القنوات الكويسة جدًا اللي أنتم ممكن تعتمدوا عليها. بعد كده في مادة الفسيولوجي، مادة الفسيولوجي دي مشتركة ما بين أغلب كليات مجمع طبي تقريبًا، أنصحكم وبشدة بقناة دكتورة إيمان نبيل. دكتورة إيمان نبيل من الدكاترة المتميزين جدًا في كلية طب وفي كلية صيدلة، والcontent بتاعها بيكون كويس جدًا، كمان بتنزّل على الchannel بتاعتها نصايح للمذاكرة وليلة الامتحان، وإزاي تتعاملوا مع الstress بتاع الكلية، ففعلًا لمّا تتابعوا إن شاء الله القناة دي هتستمتعوا جدًا بالcontent بتاعها. بعد كده مادة الanalytical هتلاقوا في قناة اسمها قناة دكتور عماد نوير. قناة دكتور عماد نوير من الدكاترة الكويسين جدًا اللي هم بيشرحوا المحاضرات وبيشرحوا كمان السكاشن، فهتلاقي أغلب الreactions أو التفاعلات اللي إحنا بناخدها في السكاشن هو شارحها بشكل مبسط، فأنصحكم برضه بيها. بعد كده عندنا الbotany والmedicinal plants اللي هي المواد اللي خاصة بالأعشاب والنباتات الطبية وكل التفاصيل دي، في قناة اسمها قناة دكتور أمين حمزة من القنوات اللي أنا أنصحكم بيها برضه، بيكون شارح فيها الحاجات بشكل مبسط وإزاي تتعرفوا على النوع النبات ده والتفاصيل بتاعتها وشكل الخلية وكل الكلام ده، فأنتم هتلاقوها برضه فيها كل التفاصيل اللي أنتم عايزينها. في قناة بقى لا غنى عنها وما ينفعش حد في كلية صيدلة ما يكونش عدى على حد من الناس اللي أنا هاقول لكم عليهم دول. أول حاجة قناة دكتور دهشان. دكتور دهشان من الدكاترة اللي ليهم علامة في مجال الفارماكولوجي واللي بيشرحوا من زمان جدًا الفارماكولوجي، فأنصحكم وبشدة بيه، لأن أنتم هتحتاجوه سواء أنتم دلوقتي بتدرسوا لسه فارماكولوجي أو كمان وقت أمّا تيجوا تنزلوا training في الصيدليات، أو كمان حتى بعد التخرُّج وعايزين تعرفوا أي حاجة ليها علاقة بالفارما والفارماكولوجي والclinical pharmacology، فقناة دكتور دهشان ودكتور عبد المتعال فودة ودكتور أحمد عبد الرحمن، دول من أهم الدكاترة اللي أنتم ممكن تتابعوهم وهتستفيدوا منهم كتير جدًا، وكمان هتستفيدوا أوي من القنوات بتاعتهم والplaylist بتاعتهم، سواء يعني أنتم دلوقتي بتدرسوا أو وقت الtraining لمّا تيجوا تنزلوا الصيدليات، أو كمان لمّا تتخرّجوا إن شاء الله وتبقوا عايزين تعرفوا أي حاجة ليها علاقة بالأدوية. كمان هم بيكونوا قايلين أغلب الأدوية بmnemonics معيّنة كده، بيقولوا لكم كلمات بتفكّركم بالأدوية والside effects بتاعتها، فأنصحكم بيها وبشدة. أخيرًا زي ما قُلت لكم كل القنوات دي بتعتمد بس إنها تبسّط لكم المعلومات، طبعًا لا غنى عن منهج الكلية نفسه إن أنتم تتابعوا، عشان لو في أي حاجة زيادة أو حاجة ناقصة تتابع معاها، فدي ما تعتمدش عليها بشكل كامل، يعني أنت الأساسي عندك بيكون منهج الكلية، ولو في نقطة أو نقطتين أنت مش فاهمهم بشكل كبير ممكن ندوّر على القنوات اللي على اليوتيوب وده هتساعدكم أكتر. آخر حاجة أنا عايزاكم أثناء فترة الكلية ما تعتمدوش بس على إن الcontent اللي بيتقال لكم في المحاضرات أو السكاشن، رغم إن هو بيكون content كويس جدًا ووافي وكل التفاصيل دي، ولكن لازم أنت بنفسك تدوّر، لإن أنت بعدين بعد ما تيجي تتخرّج يعني إن شاء الله، هتبقى محتاج إنك تبقى عارف إزاي تsearch على معلومة معيّنة، إزاي تتأكد من صحتها، إزاي تتأكد من الجرعة اللي أنت بتقولها أو التفاصيل بتاعتها، فأنت لازم تبقى عارف الbasic بتاع الsearch وإزاي تدوّر على المعلومات بشكل دقيق. فلو برضه لسه في حد عنده أي استفسارات في النقطة دي، فما تنسوش تكتبوها لي في الcomments وأنا هارُد عليكم في أقرب وقت. شكرًا، باي.